السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بيكم في توتوريال جديدة وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات ماذا بعد الكورس. الفيديو ده هنتكلم عن ازاي اتعامل مع اول عميل او ازاي اتعامل مع العميل بشكل مباشر. المرة اللي فاتت اتعلمنا او اتكلمنا عن اجيب اول عميل منين، والمرة دي بقى هنشوف الكتالوج اللي احنا هنمشي عليه علشان خاطر نتعامل مع العميل ده. فيلا بينا ندخل في السلايدز. لما يجي اول عميل اتعامل معاه ازاي؟ ده السؤال بتاع النهارده. يعني من اول ما يكلمني لحد ما نبدا شغل اقول له ايه واسال على ايه واخلي بالي من ايه. ده الحاجات اللي احنا هنجاوبها مع بعض بقى دلوقتي. افهم هو عايز ايه فعلا. اغلب الناس اللي بتبدا اول ما يجي له عميل يتحمس ويقول تمام يا فندم، ومن غير ما يفهم اي تفاصيل وبتاع مش عارف ايه، وانا تحت امرك وانا 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 وانا. اساله شويه اسئله علشان خاطر ده هيوفر معاك فيما بعد ومش هيجي على دماغك بعدين علشان التعديلات. الله يكرمك، افهم الكلام الاول. اول حاجه نوع التصميم اللي هو محتاجه، هيستخدم التصميم ده فين او هيتم عرضه فين، عايز التصميم شكله عامل ازاي، في حاجات جاهزه هيبعتها ولا كله من الصفر. يعني مثلا في صور هو معينه او صور معينه هو عايز يحطها في التصميمات دي ولا لا، عنده لوجو، في هويه، في خطوط معينه، البراند جايد لاين بتاعه. يعني ايه براند جايد لاين؟ ده اللي هو الحاجات اللي هي خاصه بالبراند بتاعه او اللوجو بتاعه، بيبقى مثلا PDF كده فيه الخطوط، فيه الالوان، فيه اللوجو، فيه كل حاجه انت محتاج تعرفها عن البراند ده. الديدلاين بتاعك امتى، محتاجه في وقت قد ايه. كل ده، كل سؤال من دول هيساعدك تبني شغل مظبوط ويخلي العميل يحس ان انت فاهم وواثق من الحاجه اللي انت بتقدمها، وبيوفر عليك تعديلات فيما بعد. خليك طبيعي وبسيط، مفيش داعي تتكلم بتعقيد او تكون رسمي زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت بلاش تبقى اوفر او متساهل في كلامك. خليك طبيعي كانك بتكلم حد، بس يعني كانك بتكلم زميلك بس بشكل مهندم. بمعنى ايه؟ انا دايما بقول ان العميل مش ابن خالتك ولا هو عدو اسرائيلي، ربنا يحرقهم بجزوس. يعني مش لازم ان انت تبقى حلو معاه قوي ولا لازم ان انت تبقى ناشف قوي. خليك لين، الدنيا بسيطه. يعني خليك مهندم في كلامك، طريقه كلامك مهندمه بس في نفس الوقت يعني ايه، حلو. اهلا بيك، يعني مثلا دي رساله اهي، اهلا بيك تمام جدا، ممكن تقول لي شويه تفاصيل عن المطلوب علشان اقدر احدد الوقت والسعر. مش لازم تقول له انا المصمم فلان خبير في المجال وده اعمالي وده اللينكد ان بتاعي، ما حدش هيفهم كده. وفي نفس الوقت برده ما ينفعش تقول ولا يهمك يا نجم انا هطير لك الدنيا واظبط لك الدنيا واعمل لك تصميم طرش. لا، ما فيش كده. الدنيا خفيفه وبسيطه. هو مش هيفهم بقى الكلام الفورمال ده ولينكد ان والكلام ده كله، وفي نفس الوقت محتاج ان هو الكلام يكون مهندم وواضح. بس ده الغرض من السلايد دي. ما تفترضش، ما تقولش ان هو كان مثلا عايز كده او انا فهمت كده. لا، اسال في كل حاجه، اسال في كل تفصيل. يعني بلاش تفترض ان العميل عارف هو عايز ايه او فاهم المصطلحات. ممكن جدا يكون مش فاهم الفرق ما بين بوست وستوري. حاول تعلم العميل بتاعك، وجهه، فهمه، وانت في نفس الوقت ما تفترضش حاجات من دماغك. ما تفترضش مثلا انا لو حطيت اللوجو هنا او حطيت اللون ده او لا، كل حاجه سؤال وجواب تنفيذ. بس لو قال لك عايز تصميم سوشيال، اساله المنصه بتاعه السوشيال. يعني انت مثلا هتعرضه على الفيسبوك ولا الانستجرام، لان ده ليها مقاس وده ليها مقاس. ما ينفعش انت تساله مقاس ايه، لان انت ده هيبين ان انت ما انتش فاهم حاجه. لا، المنصه ايه، عدد كام تصميم، انت عايز كام تصميم، 1 2 3 وهكذا. الشكل اللي في دماغك عامل ازاي. حتى لو مثلا مش في دماغه حاجه، ممكن تساله مثلا لو في حاجه عجباك انت عايز تعمل زيها ممكن تبعتها لي واحنا نظبطها. كل سؤال بيوفر عليك لف ودوران وحوارات بعدين. يعني خلي ليك حدود. لو العميل بدا يقول لك بقى ايه ظبطني او وريني شطارتك، خد بالك من الكلام ده. مفيش حاجه اسمها ظبطني وانت مش لسه عارف، مش عارف حجم الشغل. دي اكتر نقطه كان الواحد بيقع فيها، اللي هو مثلا في لسه او احنا لسه بنبتدي طبعا، ان هو ايه، العميل بيجي احنا عايزين نشتغل وبتاع مش عارف ايه، فلما تيجي تقول له مثلا على السعر وهنتكلم في موضوع التسعير ده، يجي يقول لك ايه ده احنا هنشتغل مع بعض بعدين، ولا هو بيجي بعدين ولا الكلام ده. مفيش الكلام ده كله فاكس. فاعرف حجم الشغل الاول وبعد كده قول له احنا هنعمل 1 2 3. اعرف هو محتاج ايه، لان انت مثلا ممكن تيجي تقول له على السعر فتكتشف بعدين ان الشغل سحب معاك وبدات ان انت تعمل حاجات اصلا انت المفروض ما تعملهاش او مش متفق عليها، او المفروض لو اتعملت تبقى بفلوس زياده. فخلي بالك من الحته دي. التعامل كانك بتبني علاقه طويله، بمعنى العميل ده ممكن يبقى شغلك اللي جاي، ممكن يكمل معاك، ممكن يرشحك لناس تانية. فدايما يتعامل بادب وصبر واحترام. حتى لو حسيت ان العميل مش فاهم او متردد، خليك هادي، وده دورك كمصمم تفهمه. علم العميل بتاعك، طمنه وتمشي معاه خطوه بخطوه. مش معنى ذلك انت تطبطب عليه، مش الكلام ده. بس الفكره كلها ان العميل فعلا ما بيبقاش فاهم. انت دورك كمصمم ان انت تاخد دماغه دي ترتبها له وتعمل له الحاجه اللي هو عايزها بالادوات اللي انت متعلمها. فالعميل انت بتبني علاقه دايما لقدام، بتبني علاقه لشغل ممكن يفتح معاك شغل تاني. وزي ما قلنا ان العلاقات في شغلنا ده مهمه جدا جدا جدا، فحاول تكون صبور بالعميل. خلاصه الكلام
تمام. وده اللي بننهي بيه الفيديو بتاعنا كل مره. لما يجي لك عميل ما تفرحش وتبدا على طول، اسال، افهم، خليك بسيط في كلامك، ما تفترضش حاجه، وحدد شغلك من بدري. وده مش بس علشان العميل، ده علشان نفسك كمان، علشان الشغل يبقى مريح ليك وليه. دي حاجات او زي مثلا كتالوج كده انت هتمشي عليه بعد ما توافق على الشغل، او بعد ما يوافق هو ان هو يشتغل معاك. الاسئله هي اللي هتسهل عليك الطريق فيما بعد. ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده، اللي هو التعامل مع العميل ازاي، او اتعامل ازاي مع العميل اللي هيجي لي. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي. لو عندك اي تعليق على اي حاجه احنا قلناها في الفيديو ده ما تنساش تكتبها تحت في الكومنتس، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.